مين مطور بيسلم في ميعاده وخصوصا لو في الساحل الشمالي؟ بس نجيب ساويرس بيسلم في ميعاده. وانا مش بقول كده من فراغ، احنا شفنا الكلام ده في مشاريع كتير جدا من ساعه ما اورا ديفلوبرز دخلت السوق، وشفنا مشاريع اتسلمت في ميعادها وقبل ميعادها زي بيراميد هيلز وكمان ذات الشيخ زايد. وهنا في الساحل القصه مش مختلفه. تخيل تصحى الصبح في وسط الهاي كواليتي ديتيلز دي، لاكجري فينيشنج وداي لايت داخلك في كل حته. البيت في سيلفر ساندز مش مجرد مصيف هتقضي فيه كام يوم في الصيف، ده ممكن يكون بيتك الأساسي أو بيت للعيلة أو استثمار بيكبر وبيحافظ على قيمته مع الوقت. وهنا القوة مش في العقار نفسه بس، القوة في إنك بتستثمر وبتعمل انفستنج في تفاصيل وفي ديتيلز مفيش بعد كده، محطوطة على ماستر بلان يونيك جدا بتضمن إن كل بيت من البيوت اللي موجودة هنا في سيلفر ساندز كلها شايفه ووتر فيتشرز او شايفه البحر. وفوق كل ده عندك سيجنتشر بيتش كولكشن في وحدات براندد مع جلوبال هوسبيتاليتي براندز، قيمه مضافه بجد مفيش بعد كده. وعندك بقى يا سيدي سيلفر تاون، مدينه كامله متحوطه من كل ناحيه ب 88 الف متر مربع لاجونز، اكسبيرينس مش هتلاقيها في اي حته، واكسكلوسيف كوميونتي برضه مختلف. اللي بيحصل في سيلفر ساندز مش مجرد تطوير عقاري وخلاص، ده اعاده تعريف لللكجري كوستال ليفينج في مصر. وعلى فكره اللي انا فيه ده المرحله الاولى اللي هتتسلم في الصيف ده. الموضوع على فكرة أكبر بكتير جدا من إنه يبقى مصيف وخلاص وبس كده.